السلام عليكم. عايزة أحكي لكم عن جاسوسة إسرائيلية تسللت إلى داخل قلب إيران وسهلت اختراق الموساد. صلوا على النبي، كل من ليه النبي يصلي عليه، ونبدأ الحكاية. كاترين بيريز هي صحفية فرنسية المولد، اعتنقت المذهب الشيعي وتزوجت يمني. اشتغلت في الإعلام الإيراني وكانت من أشد المؤيدين للمقاومة الفلسطينية وعجبي، وكمان من أشد المنتقدين لإسرائيل. قدرت خلال أشهر بسيطة من الوصول إلى مراكز القرار في إيران، وأقامت علاقات عديدة جدا مع أكثر من 100 مسؤول إيراني، بينهم كمان رجال دين. يختاي وصلت كاترين إلى شخصيات بارزة وقيادية زي خامنئي ورئيس الحرس الثوري. مش بس كده، دي كمان تقربت من رجال الدين وكانت بتدعي الاهتمام بالشريعة، وده طبعا عشان تجمع المعلومات. كاترين استخدمت الجواز كوسيلة لاستدراج المسؤولين والحصول على الأسرار، وللأسف ساهمت في تسهيل اختراق إسرائيل داخل إيران. دايما نبحث عن المرأة. للأسف للأسف للأسف. لو عجبتكم الحلقة بتاعتي لايك وسبسكرايب لأختكم عشان القناة تكبر. شكرا ليكم.